بسألك سؤال، ايش ضد الشقاء؟ سعادة. والله تقبل على القرآن تسعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شيخ بدر: من قرأ سورة البقرة في بيته لا يقرب الشيطان 3 ليالي بيته. طيب كيف اللي في قلبه سورة البقرة؟ كيف اللي في قلبه آل عمران؟ كيف اللي في قلبه نص القرآن؟ كيف اللي في قلبه القرآن كامل؟ أقبل على القرآن والله تجد الفلاح. وكما قال ذاك الشاب: بين القرآن والسنة حياتي أصبحت جنة. اي والله. ايش تنتظر؟ تدري بينك وبين السعادة ايش؟ انك تقبل على القرآن. الله أكبر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.